تبرز الجزائر كواحدة من الدول القليلة التي تمتلك الحرية في سوق السلاح، بينما يتسابق الجيران والحلفاء لاقتناء السلاح الأمريكي أو الفرنسي. تضع الجزائر ثقتها الأكبر في روسيا. لماذا ترفض الجزائر F-35 الأمريكية والرافال الفرنسية؟ هل هي مجرد علاقة تاريخية قديمة أم أن هناك أسرار تقنية تجعل السلاح الروسي يتفوق في بيئة شمال إفريقيا؟ اليوم سنفكك شفرة التسليح الجزائرية ونكشف الأسباب التي تجعل السيادة الوطنية فوق كل اعتبار تكنولوجي. أولا، مشكلة التحكم عن بعد والسيادة. السبب الأول والأهم ليس تقنيا فحسب، بل هو سيادي بامتياز. السلاح الأمريكي والغربي عموما يأتي مع ما يعرف بشروط الاستخدام النهائي. واشنطن لا تبيعك المقاتل فحسب، بل تملي عليك أين تستخدمها وضد من تستخدمها، بل ويمكنها تعطيل أنظمتها الحيوية بضغطة زر واحدة عبر الأقمار الصناعية. الجزائر بعقيدتها القائمة على عدم الانحياز والرفض القاطع لأي تدخل أجنبي تجد في السلاح الروسي ميزة ذهبية، وهي الاستقلالية الكاملة. عندما تشتري الجزائر مقاتلات سوخوي أو دبابة الT-90 فهي تمتلك المفاتيح بالكامل دون خوف من تعطيل برمجية مفاجئة في وقت الأزمات. الجزء الثاني، دروس التاريخ والذاكرة الأليمة. لا يمكن فهم الحاضر دون العودة للماضي. الذاكرة الجزائرية مع السلاح الفرنسي مثقلة بآلام الاستعمار، وفرنسا تاريخيا لا تقدم تكنولوجياتها الحساسة للجزائر دون قيود صارمة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد وضعت مرارا شروطا تتعلق بالتفوق النوعي الإسرائيلي في المنطقة، مما يعني أن الجزائر لن تحصل أبدا على النسخ الأكثر تطورا من السلاح الأمريكي. في المقابل كان الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا المورد الذي وقف مع الجزائر منذ ثورة التحرير، وقدم لها أحدث أنظمة التسليح دون شروط، مثل منظومة الدفاع الجوي S-400 ونظام إسكندر الصاروخي، وهي أسلحة يرفض الغرب تماما منحها لأي دولة خارج حلف الناتو. إذا كنت قد وصلت إلى هنا، ادعم هذه القناة الجزائرية بإعجاب واشتراك من فضلك. دعونا نتابع. الجزء الثالث، هل السلاح الروسي متفوق فعليا؟ لننتقل للغة الأرقام والميدان. هل السلاح الروسي في الجزائر أفضل من نظيره الغربي؟ في مجال الدفاع الجوي هنا يتفوق الروس بلا منازع. منظومة الS-400 والبوك M2 التي تمتلكها الجزائر تخلق ما يسمى بقبة الحظر الجوي A2AD. تقنيا تعتبر هذه المنظومات أكثر شمولية وتغطية من الباتريوت الأمريكي في مواجهة التهديدات المتعددة. أما بريا، دبابات الT-90SA الجزائرية صممت خصيصا لتتناسب مع البيئة الصحراوية الجزائرية، فهي أخف وزنا وأسهل في الصيانة وأكثر تحملا للحرارة العالية مقارنة بدبابة أبرامز الأمريكية التي تحتاج إلى صيانة معقدة. القوة الجوية. مقاتلات سوخوي 30 أو سوخوي 35 الجزائرية مثلا تمتلك ميزة الدفع الموجه التي تفتقر إليها معظم المقاتلات الغربية من جيلها، مما يجعلها أفضل من نظيرتها الغربية في الاشتباكات القاربة دوغ فايت. الجزء الرابع، تنويع المصادر والذكاء الجزائري. السؤال الآن، هل تضع الجزائر كل بيضها في سلة روسيا؟ الإجابة الواقعية هي لا. الجزائر بدأت استراتيجية ذكية لتنويع مصادر السلاح بعيدا عن ضغوط قانون كاتسا الأمريكي، حين توجهت نحو الصين للحصول على درونات مسلحة مثل CH-4 والWG-700، ونحو إيطاليا وألمانيا في صناعة السفن الحربية ومدرعات فوكس، وحتى تركيا مؤخرا. هذا التنويع يهدف لخلق هجين عسكري فريد تكنولوجيا غربي وصيني مع قوة نارية روسية، مما يجعل الجيش الجزائري عصيا على التنبؤ أو الاختراق. في النهاية، قرار الجزائر بعدم شراء السلاح الأمريكي أو الفرنسي ليس مجرد عناد سياسي، بل هو حسابات استراتيجية معقدة تضع حرية القرار العسكري فوق بريق التكنولوجيا المعقدة.
السلاح الروسي بالنسبة للجزائر هو الضمان بأن القرار يبقى دائما في المرادية وليس في البنتاغون أو الإليزي. في العقيدة العسكرية الجزائرية السلاح ليس مجرد أداة للحرب، بل هو تجسيد لقرار سياسي ولد من رحم ثورة لم تقبل المساومة. بينما يرى الكثيرون في صفقات السلاح مجرد عقود تجارية، تراه الجزائر خطا أحمر يمس جوهر السيادة الوطنية. لماذا ترفض الجزائر شراء السلاح من واشنطن أو باريس رغم إغراءات التكنولوجيا؟ وما هي الرسالة السياسية التي تبعثها المرادية للعالم عبر تمسكها بالشريك الروسي؟ سنغوص في كواليس القرار السيادي الجزائري. فك الارتباط والتحرر من الابتزاز. السبب السياسي الأول يكمن في كلمة واحدة، ألا وهي الاستقلالية. التاريخ القريب والبعيد علم صناع القرار الجزائريين أن السلاح الغربي يأتي دائما بشروط سياسية مسبقة. فرنسا والولايات المتحدة تستخدمان مبيعات السلاح كأداة للضغط أو التوجيه، فإذا تعارضت مواقف الجزائر مع الأجندة الغربية في إفريقيا أو في العالم العربي، يمكن ببساطة قطع الإمدادات أو منع قطع الغيار أو حتى فرض حظر توريد مفاجئ. الجزائر بتبنيها مبدأ عدم الانحياز ترفض أن تكون رهينة لمزاج الإليزي أو البنتاغون. بالنسبة للجزائر السلاح الروسي يعني ضمان استمرار القوة القتالية دون الحاجة لتقديم تنازلات سياسية في المحافل الدولية. عقدة الاستخدام النهائي وتوازن القوى. هنا تفصيل سياسي خطير يغيب عن الكثيرين، وهو ما يعرف بقيود الاستخدام النهائي. واشنطن على سبيل المثال تضع قيودا صارمة تمنع استخدام أسلحتها في نزاعات معينة، أو تشترط عدم تغيير موازين القوى مع أطراف تعتبرها واشنطن حليفة استراتيجية. الجزائر ترى في هذه القيود وصاية غير مقبولة على جيشها الوطني. في المقابل توفر موسكو علاقة قائمة على الندية، تبيع السلاح دون التدخل في كيفية استخدامه أو توزيعه على الجغرافيا الوطنية. هذا التوازن يسمح للجزائر بالتحرك بحرية في فضائها الحيوي وحماية حدودها الشاسعة دون استئذان أحد. في المحصلة اختيار الجزائر لموسكو ليس انحيازا أيديولوجيا بقدر ما هو درع سياسي. الجزائر تدرك أن امتلاك أقوى تكنولوجيا في العالم لا ينفع إذا لم تكن تملك مفتاح التشغيل الخاص بها. هي رسالة واضحة لكل القوى العظمى: أمن الجزائر القومي لا يقبل القسم على اثنين، وسيادتها لا تباع في صفقات السلاح. وأنتم لو كنتم مكان صانعي القرار العسكري في الجزائر، هل تخاطرون بشراء تكنولوجيا غربية متطورة مقابل التنازل عن جزء من سيادة القرار، أم تختارون السلاح الروسي الموثوق؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.